تخيل انك شاب في عز شبابك، حياتك كلها لعب وضحك وفلوس. عندك صحاب بيشاركوك كل لحظة مجنونة، وبتفتكر ان الدنيا دي كلها ملكك. وفجأة في ليلة واحدة كل حاجة بتنهار. بيتك بيتهاجم وعيلتك بتتسجن وتتقتل قدام عينيك، وانت واقف عاجز مش قادر تعمل حاجة. اللحظة دي مش بس بتكسر قلبك، دي بتحرق كل حاجة كنت فاكرها مهمة، وبتزرع مكانها نار انتقام مش هتطفي ابدا. الليلة دي كانت بداية قصة واحد من اعظم واشهر الاساسنز في التاريخ، شاب اسمه إيدزيو أوداتوري، اللي بدأ حياته كولد طايش في شوارع مدينة فلورنزا، وانتهى كرمز للحرية وكابوس بيطارد التمبلرز. رحلته مش مجرد قتال بالسيوف ولا إنه يتنقل فوق أسطح المباني، دي حكاية عن الخيانة، عن الفقد، عن الحب والصداقة، والاختيار ما بين الانتقام والعدالة. أنا أبو عادل، واللي نعرفه دلوقتي إزاي الشاب الطايش ده اتحول لأسطورة ورمز للأساسن. بس قبل ما أبدأ، اعمل لايك واشتراك للقناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. بداية حكاية إيدزيو كانت أبعد ما يكون عن صورة الأساسن الأسطوري اللي كلنا عارفينه النهاردة. لما تعرفه لأول مرة في أساسن كريد 2، هتلاقيه شاب إيطالي من أسرة غنية في فلورنزا، عايش حياته على مزاجه، بيهتم أكتر بالحب والمغامرات مع صحابه، ومش فارق معاه حاجة غير إنه يعيش اللحظة اللي هو فيها. هو مش الشخص اللي تقول عليه قائد أو محارب، بالعكس، كان بيحب الخناقات ويتخانق مع أولاد العائلات التانية، وكان دايما داخل في مشاكل بسبب لسانه وحركاته المتهورة. لكن الحياة مش دايما وردية، مش كل الناس هتفضل في منطقة الراحة طول حياتهم. ضربة القدر حصلت لما أبوه وإخواته اتقبض عليهم ظلم واتعدموا قدامه. اللحظة دي كانت نقطة التحول الأولى، مش لأنه فجأة بقى أساسا محترف، لكن لأنه اكتشف فجأة إن العالم اللي حواليه مليان خيانة وظلم، وإن حياته الهادية كانت مجرد وهم. في اللحظة دي قرر إيدزيو ينتقم، لكن الانتقام في الأول كان أعمى. كان بيجري ورا أي حد له علاقة بالمؤامرة وخلاص، من غير أي خطة واضحة، ومن غير ما يعرف حتى إن في تنظيم اسمه الأساسن. كل اللي كان شاغل بدماغه إنه يمسح كل اللي تسبب في موت عيلته من على وش الأرض. وده خلاه يسافر ويقابل ناس كتير، منهم عمه ماريو اللي علمه القتال وأخده تحت جناحه. ماريو كان أول شخص يفتح عينه على فكرة إن المعركة أكبر من مجرد انتقام شخص. لكن في المرحلة دي إيدزيو كان لسه متأثر بمشاعره، بيشتغل على الغضب مش على العقل. اتعلم السيف والخناجر الخفية، اتدرب على التسلق والاغتيال، لكن لسه كان في دماغه انه يعمل ده علشان نفسه وعيلته، مش علشان اي هدف تاني. ومع الوقت ومع كل مواجهة بدأ يسمع اكتر عن التمبلر وعن صراعهم مع الاساسنز، لكنه كان شايف الصراع ده كأنه حاجة جانبية بالنسبة لهدفه الشخصي. اللي بيميز المرحلة دي من حياته انه كان بيمثل اي شاب صغير اتصدم في الدنيا فجأة، متهور وغاضب، لكن الحقيقة انه كان بيتعلم بالطريقة الصعبة. وكل مهمة وكل معركة كانت بتسيبه بجرح او بخسارة جديدة، تعلمه درس حتى لو مش مدركها دلوقتي. بعد سنين من الجري ورا اي حد ليه علاقة بموت عيلته، إيدزيو وصل للحظة اللي فيها كل اعدائه تقريبا وقعوا، وكل اللي كان بيحركه في الاول، الانتقام، بقى خلاص انتهى. لكن بدل ما يحس بالراحة او الانتصار، لقى نفسه واقف قدام فراغ كبير. اللحظة اللي كانت نقطة التحول الحقيقية، مش لما مسك اول هيدن بليد، لكن لما سأل نفسه وبعدين. إيدزيو اكتشف ان الانتقام مش نهاية الطريق، وان حتى لو قضى على كل شخص اذاه، في النهاية دايما هيطلع شخص تاني مكانه. وهنا بدأ يدرك ان المشكلة مش في الافراد، لكن في منظومة كاملة اسمها التمبلرز، منظمة هدفها الاساسي السيطرة على العالم والتحكم في ارادة البشر. الصدمة الاكبر كانت لما عرف ان الصراع بين الاساسن والتمبلرز اقدم بكتير من اي حاجة تانية عاشها، وانه مجرد حلقة في سلسلة طويلة. الفكرة دي حولته من شاب بيحارب علشان نفسه لقائد بيحارب علشان مبدأ. ومع مرور السنين إيدزيو بقى ناضج وحكيم أكتر، وبدأ يشوف الصورة كاملة، ويعرف إن القوة الحقيقية مش في القتل، لكن في بناء شبكة من التحالفات والمجتمعات الحرة اللي تقدر توقف التمبلرز. بدأ يسافر من مدينة للتانية، فينيسيا وروما والقسطنطينية، وكل مكان كان بيدخله كان بيسيب فيه أثر، وبيكون في فرق بين قبل ما يجي وبعد ما يمشي. بقى يعرف يتعامل مع المواقف السياسية المعقدة، ويوازن بين العنف والدبلوماسية. قدر يكون صداقات مع قادة سياسيين وتجار وحتى حرامية، طالما كان الهدف المشترك هو الحرية. وفي روما لما بقى منتور للأساسنز في إيطاليا، شفنا صورته الكاملة كقائد، مش بس بيقود في المعارك، لكن كمان بيعلم الأجيال الجديدة معنى إنك تكون أساسن، مش مجرد قاتل مأجور، لكن شخص بيحمي حرية الناس، حتى لو ده معناه إن اسمه هيفضل مجهول في التاريخ. أهم لحظة بتوضح نضجه كانت في ريفولوشن،
لما سافر للقسطنطينية علشان يدور على أسرار الطائر ابن لا أحد. هناك مش بس فهم أكتر عن تاريخ الأساسنز، لكنه كمان واجه نفسه وفهم إن رحلته مش أبدية، وإنه لازم يجي وقت ويسيب فيه السلاح للي بعده. لحظة تسليمه الرسالة للشاب الصغير في النهاية كانت إعلان رسمي إن إيزيو بقى أسطورة، مش لأنه انتصر في كل معاركه، لكن لأنه عرف إمتى يسيب الساحة وهو رافع راسه. التحول ده خلاه رمز مش بس للاعبين، لكن كمان لشخصيات جوه القصة. أي أساسا قبله كان بيحترمه وبيشوفه كمرجع، حتى أعدائه كانوا بيعترفوا إنه خصم شريف وصعب يتكرر. إدزيو أثبت إن القوة الحقيقية مش في الهيدن بليد ولا في مهارات التسلق، لكن في الإرادة والصبر والرؤية البعيدة. هو مثال إن الإنسان ممكن يبدأ حياته متهور وأناني ومش فاهم حاجة، لكن التجارب والمحن تقدر تحوله لشخص بيغير مجرى التاريخ. وعشان كده لما حد النهاردة بيفكر في سلسلة أساسن كريد، أول اسم بيجي في دماغه هو إدزيو أوداتوري، لأنه مش مجرد بطل لعبة، لكنه رحلة حياة كاملة، من شاب بيلعب في الشوارع لأسطورة هتفضل محفورة في عقول اللاعبين لسنين.